الفصل السادس. المشهد الخامس. حينما أرى الإسكندرية كأني أرى اللاذقية، لا أرى بلدين بل بلدا واحدا. بإعجاب عبر جول جمال ضابط البحرية السوري عن امتزاج مصر وسوريا في جسد واحد. نشأ جول جمال بمدينة اللاذقية بسوريا لأب ثائر ضد الاحتلال الفرنسي. علمه والده حب القومية العربية هو وإخوته منذ نعومة أظفارهم. قرر جول جمال دراسة البحرية فسافر مع البعثة التي جاءت إلى مصر، وكان الأول على دفعته، ومنحه الرئيس جمال عبد الناصر ساعة ذهبية تقديرا لتميزه. بعد تخرجه بقي بمصر ليتدرب على التوربيد الجديد الذي اقتنته مصر، ثم عاد إلى سوريا، وبعد هجوم العدوان الثلاثي على مصر أسرع إلى التطوع في صفوف الفدائيين فخلد اسمه بأحرف ذهبية في سجل العظماء. ابتسم الصاغ جلال الدين الدسوقي في ضابط البحرية المصري وعقب مداعبا: أهذا ما دفعك إلى المشاركة في المقاومة؟ لا، إن ما يجمعنا أكبر من مدينتين متشابهتين، إنه التاريخ المشترك. نعم، لقد قدر لنا القدر مصيرا مشتركا. أنا أتذكر انفصال مصر والشام عن حكم الدولة العباسية والدولة العثمانية. للرب حكمة في أقداره. أصبت. أتدري بمن تذكرني الآن؟ بمن؟ بسليمان الحلبي الذي قتل كليبر، واليوم أنت هنا تدفع عن مصر العدوان كما فعل في الماضي. أطرق جول برأسه حياء ثم استطرد يقول: لقد هاجمت الحملة الفرنسية مصر والشام معا، واليوم فرنسا تعيد ما فعلته متحالفة مع بريطانيا، ولا يحركهما إعادة القناة وحسب. ماذا تقصد؟ إن بريطانيا يا جول تريد العودة إلى مستعمرتها الكبرى مصر، كما أن فرنسا ترغب في بتر يد جمال عبد الناصر التي تمتد بالسلاح لثوار الجزائر فتهدد وجودها هناك. إذن القناة ليست السبب الوحيد. مصر قلب العرب النابض. إن توقف لا قدر الله سكن الجسد العربي كله. لقد أصبحت مركز إشعاع يبث نور الحرية في من حوله، فإذا انطفأ أظلمت المنطقة العربية بأسرها. لقد طلب جمال عبد الناصر من فرنسا وقف دعم إسرائيل بالسلاح مقابل وقف الهجوم الإعلامي عليها، فطلبت منه وقف دعم ثوار الجزائر أيضا، فرفض قائلا: لن ترتفع راية للحرية في العالم إلا ومصر وراءها. لهذا ينبغي أن نقف متحدين في مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي يريد لنا الفناء جميعا. أصبت يا جول، إنها معركة البقاء لمصر والعرب، وهم يدركون ذلك، لذا أتوقع دعمهم جميعا لمصر. أنا أيضا لدي هذا اليقين يا جول، وكان أول الغيث أمس على يد الإذاعة السورية. هذا أقل ما نقدمه لشقيقتنا الكبرى مصر. إن سوريا تدرك جيدا ما تطمح إليه مصر التي لا تكتفي باستقلالها وحدها، وإنما تريد استقلال من حولها، فإذا ملكوا قرارهم واتحدوا تمكنوا من مواجهة ما يحاك لهم من مؤامرات تهدف إلى السيطرة على ثرواتهم. نعم يا سيدي، فما جدوى أن تكون مستقلا بين إخوة ما زالوا يعانون أسر الاحتلال؟ ستعود حتما للأسر ثانية، فالحكمة تقول: المرء بنفسه قليل وبإخوانه كثير. تنهد جلال الدسوقي واستطرد يقول: كثيرون لا يدركون ما يرمي إليه عبد الناصر للأسف، بل يتهمه البعض بالغطرسة وحب الزعامة، وهذا كذب بين. يكفي أن يقول إن القومية العربية لا تتوقف على جمال عبد الناصر ولا من يعملون معه، إنها كامنة في ملايين العرب الذين يحمل كل منهم قبسا من شعلة القومية. فارق كبير بين من حباهم الرب بصيرة يطالعون بها المستقبل مستعينين بما حصلوه من ثقافة وفكر عميق، وبين من يرون تحت حذائهم. إن فرنسا تحشد أقوى أسلحتها البحرية في هذه المعركة الفاصلة لتقضي على مصر وعلى كل مقاومة في المنطقة في مواجهة القوى الاستعمارية، ولتثبت دعائم الصهاينة على جثثنا. وكأن جول كان يرى المستقبل، ففي نفس الليلة في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل تحركت 3 زوارق توربيد مصرية يقودها الصاغ جلال الدسوقي.
تقل عددا من الجنود والضباط من بينهم الرائد جول جمال لعمل مسح تأميني للشواطئ المصرية. وعند عودتها في تمام 5:15 فجرا رصدت مدمرة فرنسية ضخمة وطرادة يتجهان إلى بحيرة البرولوس، فتعاملت معها، ولم يكن هناك غطاء جوي يحمي الزوارق، كما لا يوجد تكافؤ بين القوتين، لكن السلاح البحري المصري سطر ملحمة مشرفة في 45 دقيقة، فخرت المدمرة والطراد جثتين هامدتين، وعجزت فرنسا عن إتمام المهمة التي كانت تسعى إليها، وهي التقدم إلى السويس. عند العودة قصفتهم الطائرات المكلفة بحماية المدمرة، واستشهد أبطال العملية إلا واحدا فقط. سيظل 4 نوفمبر شاهدا على عظمة البحرية المصرية وعلى قيمة الوحدة العربية التي متى تحققت أنجزت الأعاجيب.